ازيكم عاملين ايه؟ كده احنا عرفنا المباراة اللي هتتلعب النهاردة في الدوري المصري. الثلاث مباريات، الاتحاد او سموحة والاتحاد والزمالك وزد و بيراميدز والسيراميكا. مباراة تبقى صعبة. اول مباراة معانا اللي هي مباراة الاتحاد او سموحة والاتحاد. مباراة تبقى بين الفرقتين هتبقى صعبة، ولكن الفريق اللي هيلعب بنظام في الملعب والتشكيل هيبقى هجومي اكتر هو اللي هيقدر يكسب. وانا قلت سموحة لان سموحة الماتش الاخير كسبت. وعايز كمان اقول ان الدوري السنة دي صعب. احنا في الاسبوع ده الاسبوع السادس. الاسبوع تاني مباراة الزمالك وزد. ارشح الزمالك للفوز مع انها تبقى مباراة صعبة، لان فريق زد السنة دي مقدم مستويات كويسة. هو اول سنة ليه في الدوري، بس الصراحة يعني ظاهر بمظهر كويس جدا، وكسب الاسماعيلي اول ماتش. يعني فريق مش سهل. الزمالك لازم يعمل مستحيل عشان يصالح جماهيره، عشان خسارة في المباراة اللي فاتت من انبي 2-1. والزمالك طبيعي يعني انه من الفرق الكبيرة اللي بتعرف ازاي ترجع بسرعة. المباراة الثالثة هيبقى بيراميدز والسيراميكا. مباراة هتبقى مش هتبقى سهلة بالنسبة لبيراميدز، ولكن بيراميدز هينزل الماتش ده ضاغط من أول مباراة عشان يكسب ويكمل المسيرة اللي عاملها لحد دلوقتي في الدوري. لا خسارة، وهو بيعرف ازاي يلم نقط. لحد دلوقتي هو أول الدوري ومقدم مستوى عالي جدا، عنده لعيبة عالية جدا. ولو كسب الماتش ده يعني هيبقى 16 نقطة. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة النهاردة للمباريات.